حينما أنت كنت واليا والآن في وطن الوطن؟ لماذا لم تحاسب؟ لماذا لم تقدم في المحكمة؟ لكن إذا كان رب البيت للدف داربة فما على أهل البيت إلا الرقص والطرب. ما هو كبيرهم الذي صنع لحد الآن قاعد بيطبل في البلابس إنه بلبس. دي مشكلة بتاعت السودان، دايرين تضلوا للمواطن السوداني. ما يهمك حركة جيش تحرير السودان، ما يهمك مسيطر في هذه المنطقة، ما يهمك على الكلام ده محتلة، انت ما يهمك رؤيته، انت صنفته انه اعتبار انها جنجويد. ولا مشكلة السودان مش انه ده زول ده شيوعي ولا الكلام الفارغ ولا ديني ولا لا ديني، ده عفى عنه الزهر. الكلام ده انتوا كنتوا قاعدين بتدللوا في تلفزيونكم الوهمي المشوه اللي بيسموه بتلفزيون القومي، وما بيستعرض الا افراد محدده بتشوهوا به افكار بتاع المواطن السوداني. يا اخي فليكن شيوعي، فليكن لا ديني، فليكن ودفع، لكن في النهايه مواطن سوداني في دوله المواطنه المتساويه طرح قضايا اساسيه في وقدم نقد موضوع منطقي بالنسبه لنظام الجبهه الاسلاميه. اعمل ميوت عشان انا نكمل يا اخوي، ما تعمل لي ميوت. ما كله من قبل يعني ما في محور الحديث الان هنا بدينا به والنقاش. يتأدب ويتعلم العمليه بتاعت حوار، يتعلم ويتأهل انك تحاور. واذا دار تضلل ودار تكون منافق يتأهل عشان تكون مناسب، عشان تكون منافق. واذا دار تكون مجرم يتأهل واقري علوم الكريمنولوجي اي علم الاجرام عشان تكون مجرم. واذا دار تبقى مدللات يتأهل عشان توصل لمرحله بتاعت انك انت تبقى مدللات. على فكره هدفنا الاساسي هو الكشف عن الناس البلابسه الملتفين حول معركه الكرافه زيفا. ولا يوجد ولا كرامه، هنالك تشريد من سودانيين يجي يصنفوا لك مشكله السودان في افراد وفي اشخاص ويشخصنوا في القضايا. على فكره ولا الشكليه الوهميه جدا بتتناسل بيتكلم عن البلابسه، كله عباره عن شخصنه. ما اعرف ليك ابو جهل، يعني ناس كبار بنفس بيتكلم عن الشيوعيه وهو الان سكران. اذا قدرنا نتطرق في الاطار الشخصي، يعني انت سكران وبتتكلم عن الدين، عن الاطار الديني. هل الخمر حلال؟ هو حلال لنظام الجبهه الاسلاميه؟ هل الكذب والنفاق والتضليل بريئين كل البراءه من الدين اللي قاعدين تستخدموه في التفاصيل بتاعت الاسلام السياسي، وما مؤهل انك انت تتكلم عن الاسلام السياسي كمشروع. على فكره ما كنت كوز، انت كنت كوز شنو يعني؟ كنت كوز شنو يعني؟ ما كنت بوخ وكنت دلقانه بتاعت كيزان، ما مؤهل انك تناقش طرح واحد في مشروع الحضاره الاسلامي. على فكره شنو يعني؟ يعني الواقع السياسي السوداني اصبح مشوه. يعني اي انسان محتاج انه يتصدر بتفاصيل وهميه خلاص ويدلل ويكذب، ده يجي يمرر اجنده بالنسبه للمواطن السوداني. الحل الان واضح جدا. نظام الجبهه الاسلاميه بعد ما قوم الحرب ولا يرجع في السلطه وببحث عن عمليه سياسيه، ببحث عن عمليه سياسيه انه عشان يرجعوه في عمليه بتاعت السلطه. احنا قلناها بالفم المليان، عمليه سياسيه، حوار سوداني لا يخصي احد الا المؤتمر الوطني وواجهاته. ده كلام قلناه فول ستوب. اعلى ما في حمارك اركبوا يا نظام الجبهه الاسلاميه. احنا ما موجودين في استراليا، موجودين داخل السودان. اذا عندك المقدره والامكانيه داكن احنا موجودين، دور تفاصيلك. لكن ما تحلم انه حركه شرق السودان يبقى لك بوق ولا يبقى لك ادوات. الرؤيه السياسيه واضحه تماما في اعلان المبادئ. اذا انت عندك مقدره وعندك شرف، لانه الزول اللي بتكلم عن الاطر السياسيه والمواقف السياسيه الوطنيه ده زول عنده شرف بالمناسبه، بمشي بالطجع عليه وبجي بيتكلم. ما كان عايز اتطرق لقضايا انصرافيه ولا ما كان داير اتطرق لنقاش حضري. كنت ببحث عن حلول وكان بناقش الفتى السياسي السوداني المتناقض، لكن اتوا المطبلاتيه والابواق بتاعت نظام الجبهه الاسلاميه. ولا طبعا في اخر انحزموا ويتركعوا. نظام الجبهه الاسلاميه حينما كان يسيطر السودان ده من حلفه لنوملي، الان حاصر حدوده في جبل اوليا وقاعد بكوري، قال عايز فضا من حركه شرق السودان. احنا بنعتقد وبنقدر نضالنا السياسي ده هو سيكون خدمه للمواطن السوداني، وسيكون عبر الكلام ده نصنع به دوله بتاعت مواطن مساوي. وانت في مراحلك الاخيره على فكره، في مراحلك الاخيره لحد ما بجيت عايز من حركه شرق السودان قال لي وحدد لك موقفك. انت قصدك ده نادي ولا قصدك ده زريبه؟ انت قصدك ديل شله بتاعت شماشه زيكم يعني؟ ديل ناس عندهم مبادئ وعندهم قيم واخلاق ثوريه. تطلب مساعده، ما تطلب مساعده. انا محاصر طالع في وديفا جبل وديفا، ما بخصك الكلام ده يا زول، ما بخصك.
ما رزوا في شتائمكم كبلابسه وفي كذب وفي تقليل وفي انتقادات. داير تتكلم عن الشخص انا قال ما تشخصين علي وما اعرف ليه، وانت داير تتكلم عن انه قال رئيس الحركه قال شيوعي وما اعرف ليه، قال الكلام الكثير ده ما موحل عشان تتكلم عنه. امشي اقرا وامشي استميلوه كويس. الاب الروحي للثوره السودانيه كومريد عبد الواحد محمد احمد النور له التحيه والتقدير والاحترام. تعلمنا منه معنى النضال والثوره والصمود، ونفتخر ونعتز جدا انتمائنا بالنسبه لحركه جيش تحرير السودان، وده فخر ثوري على فكره. ومناصبك وتفاصيلك الوهميه جوكر حركه جيش السودان بناء للواقع ده، لكن جوكر باراده ثوريه، وجوكر بالنسبه للمعنى الحقيقي بالنسبه للمواطنه للمواطن السوداني على فكره. ده شكليه الواقع وده شكليه التناقضات. اثنين سودانيين يرجع في غضن الوطن مباشر. انت يطلع المطبلاتيه والرجال الدين، رجال بتاعت الدين الارهابي بتاعت التنظيم الارهابي، يرجعوا ويدلوا للمواطن السوداني انه المواطن السوداني هو من اشعل الحرب. ما تبقى من المواطن السوداني انه انت يا مواطن السوداني انت من اشعلت الحرب. دعوتي هنا لكل المواطنين السودانيين الشرفاء الانسحاب من معسكر نظام الجبهة الإسلامية والقدوم إلى عملية بتاع وقف الحرب والنداء، والناس تطلع مظاهرات في كل الدول وفي كل المناطق تدعم عملية بتاع وقف الحرب.